مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهوا. بفكركم إن البودكاست موجود على سبوتيفاي وأنغامي وأبل بودكاست، وموجود كمان على يوتيوب. أنا شيرين معاكم، يلا بينا نبدأ سؤال الحلقة. الأسبوع ده سألنا الجمهور إيه هي الحاجة اللي بتخوفكم جدا؟ في بداية الحلقة حابين نسمع أصوات الجمهور وأصوات المستمعين. في حد قال لنا إنه أكتر حاجة بتخوفه هي الخوف من الموت. يعني هو مش خايف من الموت مثلا لأنه بيعمل أعمال مش كويسة، هو بيخايف من الموت لأنه عنده هاجس إنه هو لو قابل ربنا يمكن يكون مقصر، أو يمكن تكون نهايته مش على قد توقعاته. يعني في واحدة صاحبتي قالت لي أنا بخاف من الفقدان، يعني عندي هاجس إن أنا ممكن أفقد حد بحبه، والهاجس ده بيشغل تفكيري لما تحصل إن حد قريب أو معرفة يفقد حد بيحبه، بتصور نفسي على طول في نفس الموقف. طبعا ده إحساس مؤلم جدا، وساعات كتير بيكون مجرد حاجة عابرة، وساعات بتبقى ده بقى طبع، بقى فوبيا. يعني كمان تدور في الأخبار على الأموات وتبقى عاملة زي فاكرين الفيلم السقامات اللي هو كان بيزور الجنازات وبيمشي فيها لأنه حاسس بقربه أو إنه بيحوم حوالين الموت. إحساس صعب جدا. في صديقة للبودكاست قالت إنها بتخاف من الأماكن المغلقة. طبعا ده موجود عند ناس كتير قوي، يعني دي من الفوبيات اللي منتشرة، بيسموها الكلوستروفوبيا. يعني دي مثلا لو ركبت أسانسير أو طلعت في أوتوبيس أو طلعت حتى في الطيارة، نفسها بيضيق، بتحس بضربات قلبها بتزيد، وممكن كمان تعرق جامد أو تترعش، وممكن الموضوع يبقى بانيك أتاك كاملة. من أكتر الحاجات اللي بشوفها في الصغيرين وفي الكبار الخوف من الحشرات، بيسموها الأراكنوفوبيا. يعني أنا أعرف حد كبير بيخاف من الحشرات كلها. يعني بالنسبة له لو قلت له مثلا تخاف من الفار ولا تخاف من الصرصار، لا يخاف من الصرصار. هو بيدي للصرصار قدرات خارقة، يقول لك الصرصار بيطير وبعدين الصرصار بيجي عليا لكن الفار بيجري مني، وصورة كده مارفل كاركتر للصراصير. ده برضو نوع من الفوبيا اللي أصدقاء البودكاست اتكلموا عنه. في الخوف من حد من أصدقاء البودكاست قال إنه بيخاف من الأماكن العالية عامة. يعني مش قادرة أفتكر اسمها عامة، بس إنه هو مسألة إنه يطلع ارتفاع عالي ده بالنسبة له مرعبة جدا. طيب هل الارتفاع العالي ده يعني لازم يطلع برج خليفة مثلا؟ لا، ده ممكن يخاف من الطلوع كام سلمة، وده بيشيل حركاته في وقت كتير. وطبعا لازم اللي حواليه يكونوا فاهمين الموضوع ده، وإلا هيبقى شكله وحش قوي وكأنه بيتصنع، يعني أو كأنه خايف من غير سبب. أنا مثلا كان عندي فترة طويلة فوبيا من الطيران، وأنا سافرت أول سفرية سافرتها في حياتي برا مصر، سافرت الصين مثلا، فتخيلوا 17 ساعة طيران. وتعرفت على الفوبيا دي، ودي اللي الفوبيات اللي بتتعرف عليها فيرست هاند وانت بتجربها. يعني محدش هيبقى عارف انه عنده فوبيا طيران غير لما يطير. مهما انا قلت او مهما تخيلت وانا قلت لك، انت اصلا ما ركبتش طيارة فمش هتعرف. تركب طيارة وحظك بقى ان انت عندك الفوبيا دي، ايديك تترعش وتنمل وتبتدي تتلعثم، ممكن جدا يجيلك صداع رهيب، رقبتك تشد، جسمك يترعش. كل حاجة كانت بتحصل لي. قعدت فترة طويلة، أنا قعدت بعد رحلة الصين دي بعد 17 ساعة ما أكلش 3 أيام تقريبا، يعني عايشة على السوائل من تأثير الفوبيا دي. انتوا متخيلين قد كده قوية؟ عشان كده لما بشوف حد عنده فوبيا بالطيران بتعاطف معاه جدا. أنا بعرف إنه مش مجرد خايف عادي وبكرة يتعود، لا، دي حاجة بتشل قدراتك على reasonable thinking. وعايزة أقول إن اللي عنده فوبيا بالطيران مش خايف الطيارة تقع، يعني مش ده الفكرة اللي تيجي في دماغي. اللي بيجي في دماغك إن ده قرار غلط إنك تحط نفسك في المكان ده في الوقت ده، وإنه مفيش حد هيقدر يساعدك، فعقلك بيستسلم تماماً لفكرة إن أنت داخل إلى الهاوية، وبيسرع بقى كل اللي بيسموها ميكانيزمات الفايت اند فلايت. يعني كل اللي بقول عليه ده ردود أفعال قاسية جدا للخوف من شيء غير مبرر، فوبيا يعني. لما نحكي على ازاي تتغلب او ازاي الناس تتغلب على الفوبيا، هقول لكم انا تغلبت على الفوبيا دي ازاي.
في ناس طبعا على البودكاست قالوا انهم بيخافوا من حاجات غريبه، يعني مثلا بيخافوا من الدمى، بيخافوا من العرايس الكبيره. وطبعا معظم الناس الايام دي، معرفش الجنريشن ده بالذات، بيخاف من الكلاونز. هل ده له علاقه بالفيلم اللي هو ايت دوت؟ هل دول علاقه انه عامه الكلاونز ديسبلاي بدل ما كانت بالجيل بتاعنا انها حاجات لطيفه وتضحك وكده، بقت ديسبلايد دلوقتي في الافلام كلها انها افلام رعب يعني؟ على اي حال الافلام الدمى والكلام ده بقت دلوقتي يعني الموضوع ساينتيفيكالي دوكيومنتد وبقى فعلا فوبيا. طيب تعريف الفوبيا ايه هو؟ الفوبيا هي اي حاجه بنخاف منها، بس عمليا علم النفس بيسميها او بيعرفها بانها اضطراب من انواع اضطرابات القلق، خوف شديد ومستمر من شيء او موقف محدد بشكل غير منطقي ومبالغ فيه. يعني واحد من الانكزايتي ديس اوردرز، الشخص ده بيبقى عارف ان خوفه مش عقلاني لكن مش بيقدر يتحكم فيه بسهوله. يعني مثلا في ناس عندها فوبيا الكلاب، هي عارفه كويس قوي انه 90% من الكلاب مش هتاذيها، لكن بمجرد انها تشوف الكلب بتحس بذعر شديد جدا. ممكن كمان تجري، ولو جري تعمل تريجر للكلب، انه ممكن الكلب نفسه يحس انه هو تحت خطر فيبتدي يجري وراك. فعشان نسمي خوف انه فوبيا لازم الحاجه دي تكون مستمره ولفتره طويله. يعني مش مره خفت من الاسد، لا، انا بخاف من الكلب بشكل غير مبرر. كل ما اشوفه يحصل لي نفس التوتر ومش بتقل. يعني مش انا مع الوقت لما احس ان كل الناس اللي حواليا مش خايفه من الكلاب فانا ابقى تمام، لا. بالذات كمان بتبقى فوبيا لما تاثر على حياه الشخص الطبيعي. يعني في ناس بتوصل ان لو عندها كلب في العماره مثلا، مش جوه، انا شخصيا بتخض لو طلع لي كلب يعني في العماره نفسها، لكن في ناس لو في كلب عند جارهم بيهوهو ده ممكن ما ينزلش من بيته من كتر الفوبيا اللي حصلها له. طب ايه اسباب الفوبيا؟ طب ايه اسباب الفوبيا؟ بعد الفاصل. ساعات الفوبيا دي بتكون راجعه لتجربه سلبيه حصلت في الماضي. يعني مثلا طفل صغير اتحبس في حمام او في اسانسير مثلا وهو صغير، لما بيكبر بيصاب برهاب الاماكن المغلقه. عقله ربط بين التجربه دي والخوف الشديد. اوقات تانية بنكون اتعلمنا الخوف بالتعلم من الاب او الام. يعني لما احنا الجيل بتاعنا دايما كانوا بيقولوا الاب والام هتسكت ولا اجيب لك البعبع، هتسكت ولا اجيب لك العفريت، هتسكت ولا اجيب لك ابو مش عارف رجل مسلوخه. انا فاكره ان جدتي مثلا كانت، يعني احنا اصلا اهلي كانوا من الارياف، اصولهم من الارياف، كنا نزور جدتي فكان بيتها على الترعه، فكانت علشان تمنعني ان انا انزل من البيت، قال يعني بقى انا شجاعه قوي هنزل من البيت وهنزل الترعه، انا ما بعرفش اعوم اصلا. كانت تقول لي انه الترعه دي فيها نداهه بتطلع تخطف العيال الصغيرين. القصص دي كانت على مرأى ومسمع من ابويا وامي، الناس المتعلمين المثقفين، ولكن ما لقوش اي غضاضه في ان هم يتوارثوا هذا النوع من الاذيه النفسيه لطفل صغير. فانا مش بس بقى بخاف من النداهه بتاعت الترعه، انا بقيت اخاف من العوم عامه. فطبعا دي من الحاجات اللي بتقول لك انه الحاجات اللي انت بتقولها لاولادك ساعات بشكل يعني شايفها انها شكل عرضي، يعني مش معقول هيكبروا بقى ويبقوا خايفين يمشوا جنب الترع. انا يعني جايه لكم المستقبل وبقول لكم ممكن يفضلوا خايفين من الحاجات البسيطه اللي انتوا قلتوا لهم خافوا منها لموقف يعني آني في لحظته اللي بتكمل معاهم في حياتهم. في كمان نظريات بتقول اننا مهيئين بيولوجيا نخاف من حاجات معينه، وده ليه بقى؟ علشان اثناء تطور البشريه أسلافنا كانوا بيخافوا من حاجات مثلا زي التعابين والعناكب، فبالتالي عاشوا يمكن أكتر كتير من الأجيال الجديدة، أو بس مش الأجيال الجديدة، الإنسان الحديث اللي الفاميلياريتي بتاعته مع الحيوانات البرية بالذات في أماكن زي استراليا أو الهند أو حاجات زي كده. الفاميلياريتي أو تعايشه مع الحاجات دي خلاه هو بقى عمره يتقصف بدري أسرع من الشجعان اللي هم عاشوا قبلينا، اللي اتعلموا إنهم الحاجة اللي يخافوا منها خوف مبرر يبعدوا عنها. حتى المثل المصري بيقول لك من خاف سلم. عشان كده لحد دلوقتي بنلاقي يعني فوبيا شائعة بين كل الناس، اللي هي مثلا رهاب العناكب مثلا، يخافوا من العناكب أو يخافوا من الأفاعي. ده جاي من انت بيولوجيا أسلافك اتعرضوا للدغات فاتعلموا وعلموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم إنهم يخافوا من الحاجات دي ويتجنبوها.
من الأمثلة الغريبة بقى على الفوبيا اللي اتكلمنا عنها اللي هي فوبيا الدمى، إنه في ناس عندها خوف غير مبرر من العرايس سواء كبيرة أو صغيرة. الحالة دي اسمها البيديو فوبيا، ودي ممكن تتصنف خوف كفوبيا، لأنه ممكن يبقى جامد جدا، يعني مستمر لدرجة إنه في ناس بتخاف من الدمى اللي على الرف، بتخاف من العرايس البلاستيك. انتوا متخيلين؟ في واحدة من أصدقاء البودكاست قالت إن بقى عندها فوبيا لوقت من الأوقات من الأكل. هي درست تغذية وأصبحت أخصائية تغذية. لما درست عرفت إنه في أكلات كتير عليها ألوان وعليها أديتيفز، يعني وعليها حاجات منكهات ممكن تكون مسرطنة أو ممكن تتسبب في إن إحنا مع الوقت يبقى عندنا اللي بيسموه الإنسولين ريزيستنس دوت، اللي هو بيكون الإنسولين اللي هو تايب 2، أو إنه أنت جسمك بشكل عام يجيله أمراض في الأمعاء أو المهم هي عرفت حاجات يمكن لو ما كانتش عرفتها ما كانش جالها الفوبيا دي اللي هي بتحصل للمتنورين. كل ما تعرف أكتر كل ما خوفك ممكن يزيد أكتر. الاطمئنان بيجي من قلبك مش من عقلك. لو على العقل لا، كل اللي بناكله ممكن يسبب لنا يعني أذية كبيرة جدا. لو على العقل معظم الرياضات اللي هي فيها مثلا قفز بالمظلات، القفز الحر، الدايفنج، دي حاجات، الكلايمينج الماونتنز، دي حاجات بالعقل لا طبعا ممكن تبقى مخيفة جدا، لأنه في نسب، في احتمالات، وفي ناس بتموت وهي بتعملها. لكن قلبك لما بيطمئن، أولا طبعا العقل لازم يطمئن إن أنت متدرب كويس وفاهم كويس، ومع ذلك الاحتمال موجود. لكن قلبك لما يطمئن إنه ربنا معاك، إنه الأعمار بيد الله، وإنه لو في حاجة هتحصل لك فهي بمشيئة الله، سواء طلعت جبل أو غصت في أعماق المحيط، ممكن وإنت ماشي في الشارع عادي يجي لك الأجل يعني. فالقلب لو اطمن جزء كبير من الرهاب ممكن يقل. محدش بقى في البودكاست فرانس خالص قال لي إنه بيخاف مثلا من العفاريت ولا من الجن، وده صراحة يعني أنا استغربت له جدا. هل دي لأن دي حاجة بديهية مش محتاجين نقول إن إحنا بنخاف من الحاجات دي؟ يعني مفيش بني آدم ما بيخافش من الحاجات دي، ولا يعني أعوذ بربي من الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون؟ طبعا الآية مش صح، يعني أنا بقول بما معناه إن الناس بتفكر إنه يعني تبعد عن الشر بقى وما تغنيلوش كمان. لكن بشكل عام بلادنا العربية والمنطقة كمان، مش هقول بلادنا العربية بس، الجلوبال ساوث عامة كان أكتر القصص اللي ليها علاقة بالبارانورمالز موجودة فيه. ولو إن الغرب دلوقتي عمل يعني ما يسمى النيو وورلد اوردر، وده داخل فيه حاجات كتير من التعاويذ والأفكار السحرية والكابالا والساينتولوجي والحاجات دي كلها أديان طبيعية، مش شرط إنها تؤمن بالخالق، لكن بتؤمن بوجود مخلوقات سوبيريور في نظرهم ممكن تلهم البشرية وتؤذي البشرية. هل بقى المخلوق السوبيريور اللي هم بيستحضروه الكابالا ولا الساينتولوجيست ولا الناس دي يعني هتيجي تطبطب علينا وتلهمنا الأفكار؟ أنا قريب قوي كنت حتى بقرأ إنه في حد من السي اوز لشركة تك كبيرة جدا حاول يستحضر حاجة من البيينجز دي اللي هي هم بيسموها مخلوقات أو بيسموها مخلوقات سامية، ولكن هي الجن في الآخر يعني، عشان يساعدوا في إنه يتقدم أو يشوف حل في مشكلة أظن طاقة الصواريخ أو حاجة شبه كده. منتهى الهزل طبعا، لأن أنت بتستخدم مخلوقات مؤذية ويا عالم بقى تعرف تصرفها أو ما تصرفهاش عشان تساعدك، وهي في الآخر لازم هيكون ليها مصلحة هتاخدها منك آجلا أو عاجلا. وهنقول من القرآن الدليل على الكلام ده. لكن الخوف من الحاجات اللي هي الماورائية إذا كان ممكن يمنع الناس إنها تحاول تتصل بيهم، ففي ثقافات كتيرة في بيبقى مهرجانات لطردهم بقى. يعني مثلا في اليابان وفي الصين في مهرجانات للأشباح، زي مهرجان بيسموه مهرجان الجوعة، أو بيسموه في الصين أو أوبون في اليابان، بيقدموا فيه أكل وفلوس ورقية قرابين للأرواح علشان يرضوها وما تأذيش حد. الخرافات كمان كانت بتقول، وأظن إن ده يمكن مش مثبت، إن المصريين القدامى كانوا بيرموا فتاة للنيل علشان يأمنوا إن الفيضان ما يغرقهمش أو يدوا له قربان،
وأظن يمكن كانوا بيرموا عروسة أو دمية أو كده، يعني مش مثبت ده ولا ده. في بعض مناطق الجزر الكاريبي مثلا أو مناطق أفريقية مقتنعين جدا إن في ناس تقدر تأذيهم عن بعد عن طريق الحاجة اللي بيسموها الفودو أو السحر الأسود، بإن الناس تستخدم السحرة يستخدموا أرواح أو لعنات. فهتلاقي الحضارات دي عندها على طول دق طبول ورقصات جماعية وتعاويذ بيلبسوها حوالين رقبتهم ويرسموها على جسمهم لطرد الأرواح الشريرة. يمكن هتستغرب لو تعرف إن الخوف من الورقيات ده له تجليات كتيرة. يعني المخاوف دي جزء منها ليها أساس من الصحة، لكن هل فعلا الجن والعفاريت والمخلوقات اللي هي غير مرئية بالنسبة لنا تقدر تضرنا؟ بعد الفاصل. كنا بنسأل عن الضرر من العفاريت والجن والشياطين والمخلوقات اللي كلنا تقريبا مفيش حد فينا ما بيخافش منها. بيخاف مش خوف فوبيا، ولكن بيخاف من سيرتها وبيخاف من حضورها. فالقرآن بيقول لنا إنه الجن مثلا مخلوقات مخلوقة من النار، مش من الطين زي البشر، ومنهم يعني منهم المؤمنين ومنهم الكافرين زي البشر. ولو احنا بصينا على الكور أو المعلومة أو المبدأ الأساسي لمعظم الأديان ومعظم المعتقدات العقلة المش مؤذية، بتقولك إنه محدش يقدر يضرك إلا بإذن ربنا. والقرآن بيقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني السحرة في سورة البقرة مثلا ما يقدروش يضروا أي شخص عن طريق تواصلهم مع المخلوقات دي غير بإذن الله. كمان الخوف الزايد ممكن يخليك روحك ضعيفة، وطبيعي الروح الضعيفة تقترب منها المخلوقات دي أكتر من الروح القوية اللي تسلحت بالعلم بأنه ربنا أو الخالق بيحمي مخلوقاته من ما وراء الطبيعة. القرآن بيحكي عن الناس اللي بيلجأوا لهذا النوع من المخلوقات، وبيقول وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني إيه؟ يعني الاستعاذة بهذه المخلوقات مؤذية جدا للبني آدمين وعمرها ما هتعود عليهم بأي نفع. طب نسيبنا بقى من الجن والعفاريت، نتكلم بقى شوية عن السحر والحسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق في حديث متواتر، يعني أنا مش متأكدة من إنه هو فعلا 100% صح، ولكن له برضو مغزى. إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف أولاد جعفر ابن أبي طالب فيهم شوية نحافة قال لأمهم ارقيهم فإن بها عين. يعني اهتمي بالرقية الشرعية، واهتموا كلكم لو لقيتوا أو شكيتوا إنه في حسد. طيب بعد ما ناخد بالأسباب الشرعية للوقاية من الحسد ومن العين، ممكن بقى نرجع لأرض الواقع شوية ونبطل نعتقد إن كل شيء بيحصل لنا في حياتنا بسبب إننا محسودين. يعني مش معقول في شغل اتقدمت له وما جريش فأنا محسود، وقعت على الأرض وأنا ماشي فأنا محسود، أولادي مش فالحين في المدرسة عشان طول النهار قاعدين على تيك توك فأنا محسود. مش معقول بنتي أو ابني ما اتجوزش لأنه ما قابلش الشخص المناسب، أو لأنه مش متعرض سوشيالي لناس كتير، أو لأنه معقد وعنده مشكلة نفسية فهو برضه محسود. ما ينفعش إن إحنا حياتنا كلها نردها للسحر والحسد. في حاجات ممكن تبقى بسبب الحسد، في سحر يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام اتعمل له سحر عن طريق مجموعة من اليهود، ولكن كل ده ما يخليناش نشيل العقل والمنطق ونحط بدلها التفسير السهل. كل حاجة هي سحر وحسد. ربنا في الآخر أقوى من الكل، لو أنت معتمد عليه وعامل اللي عليك ما تعتقدش إنه هيحصل لك ضرر. طب عايزين نعرف بقى إزاي نتغلب على الفوبيا والخوف غير المبرر. هرجع لكم القصة بتاعت إن أنا بخاف كنت من ركوب الطيارة، وأقول لكم أنا شخصياً تغلبت عليها إزاي. طبعاً بعد ما قريت كتب بقى وبدأت أتكلم مع الناس، وكان يمكن
السوشيال ميديا الكلام ده من حوالي 12 سنة، مش قوي قوي يعني للدرجة إن أنت تقدر تخش جروبات وتسأل، بس كان في كتب وكان في مجموعة من ناس استشرتهم. فكان أول حاجة إنه أنت لو بالذات الطيارة، أنا مش هتكلم عن كل الفوبيا غير بعد كده، بس بالذات الطيارة. أولا لو أنت بتخاف من اللي هو السيتس اللي على الطرف، احجز دايما ايل سيت عشان يمكنك انك تقوم وتتحرك بسهولة. مجرد انك تقوم وتتحرك ده بيخفف التوتر. ما تقعدش لوحدك، يعني الافضل ان يبقى جنبك حد في الطيارة. السبورت اللي بيعمله الشخص او مجرد انك تدردش معاه بيصرف عقلك عن الفوبيا. خد دايما معاك حاجات تخليك مرتاح، يعني خد حاجة لرقبتك، خد بطانية أو اطلب مثلا بطانية، يعني لأنه ساعات كتير مجرد البرد المخ بيفسروا على إنه الخطر القادم، ويبتدي بقى يترعش ويبتدي يعني بيخلط المفاهيم خالص. أنا بخاف من الطيران وكمان بردان. باستمرار لو تقدر تاخد دواء يساعدك ويخليك تنام، ما تترددش، خد دواء يساعدك ويخليك تنام. لو أنت خلاص مش لاقي حد جنبك، انده المضيفة وقول لها ان انت عندك رهاب من الطيارة، واطلب منها to check on you كل الوقت. انا فاكرة ان انا كنت راجعة على بريتش ايرلاينز وطلبت من المضيفة، وكانت ست لطيفة جدا، كل شوية كانت تعدي عليا وتسألني انا عاملة ايه. ده خفف من التوتر جدا. طبعا هي عرضت عليا انها تديني فودكا او شامبانيا او اي حاجة من الحاجات دي، بس قلت لها يعني مش هيبقى موت وخراب ديار، بس عامة وجود شخص بيطمن عليك باستمرار هيساعدك. ابدأ بالرحلات القصيرة لو تقدر، يعني بلاش أول سفرية ليك تقوم واخد 17 ساعة من الرعب المتوسط. يعني لو عرفت إن أنت طلعت رحلة ولقيت إن أنت مثلا بتخاف، فلو هتسافر أمريكا انزل في هيثرو مثلا، انزل بعد 4-5 ساعات، ريح كل حاجة وحاول تبقى هادي، تشرب حاجة سخنة قبل ما تطلع، ما تاخدهاش وان شوت لأنها هتبقى نايت. بشكل عام دكاترة النفس وعلماء النفس بيقولوا لنا إن في يمكن 6 خطوات أو 7 خطوات علشان تتغلب على الفوبيا. أولاً لازم تعترف بالمشكلة، يعني ما تقولش أنا جبان أو ما تتكسفش لو أنا راجل كبير كده هقول لهم إن أنا بخاف من الأماكن المغلقة. هو معقول راجل كبير زي في سني كده بيخاف من الصرصار؟ لا، عادي اعترف إنك بتخاف من الصرصار، وإن الفوبيا مرض زي أي مرض. أول ما تحس إن خوفك ده بيحد من حياتك، فأعرف إن دي مش مجرد طبع، دي حقيقي فوبيا ومحتاجة مساعدة. نمرة 2، ممكن تلجأ للعلاج المعرفي السلوكي اللي بيسموه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. ده محتاج معالج، والمعالج في الوقت ده بيسمعك وبيقعد معاك ويحاول يعرف إيه أصل الفوبيا، وبالتالي يعلمك إزاي تعيد برمجة مخك بالتدريج. يعني لو عندك فوبيا من الظلام مثلا، بيساعدك تغير الأفكار النمطية المرتبطة بالضلمة، يعني يساعد مخك إنه يعرف إن الضلمة مش بيطلع فيها عفريت، الضلمة مش هيطلع فيها خطر وجودي. ومع الوقت على المدى الطويل العلاج بالكلام ده هيخليك أهدى وتقدر تسيطر على خوفك. نمرة 3، بتتنقل لحاجة اسمها الإكسبوجر ثيرابي أو العلاج التعرضي، يعني يبدأ يعرضك الحاجة اللي بتخوفك تدريجيا، مش مرة خبط لازق كده. يعني لو انت بتخاف من المرتفعات مش هتاخدك وتطلع على برج خليفة، يعني هتبتدي تطلع سلمة معاه مرة في مرة، يوريك الأول صورة جميلة من مكان مرتفع عشان يحسسك أو يوعي مخك للحاجات اللي انت مفتقدها بسبب خوفك من المرتفعات، وبعدين تطلع خطوة خطوة. نمرة 4، لازم تتدرج وتستمر، يعني ما ينفعش تتوقع ان انت بمجرد ان انت واجهت خوفك مرة إنه ده هيدوم معاك. لا، ممكن تبقى مرة صدفة. أنت محتاج تواجه خوفك مرة و2 و3 ومخك يكتسب ثقة أكتر، زي ما تكون بتدرب عضلاتك بالظبط. نمرة 5، علم نفسك تمارين الاسترخاء وضبط النفس، يعني نفس لجوه وهولدت وبعدين نفس لبره تدريجيا. ده بيساعد جدا، وأنا جربته شخصيا. الانهيل واكسهيل اللي هي بيسموها المديتيشن بتساعد وبتقلل قوي نوبة الفوبيا. طبعا لو كنت مضطر ممكن تستعين بدواء أو مضادات للقلق لو إن الفوبيا بتأثر فعلا على حياتك ومش قادر تلاقي علاج سريع. وآخر حاجة لازم تكون
بتدوّر على الدعم النفسي مش مستهتر بيه. في ساعات groups بيسموها الgroup therapy، مجموعة من الناس ما تضحكش عليهم، ممكن يكوّنوا مجموعة لمواجهة فوبيا الطيران مثلًا. دول ممكن يطلعوا سفريات صغيرة يطمنوا بعض فيها، ممكن يتكلموا عن تجاربهم. الدعم عامةً هيخلّيك تحس إنك مش لوحدك، إنه في أمل طالما غيرك قدر يتغلب على الفوبيا، إن أنت كمان تتغلب على الفوبيا. عايزة أقول لكم آآ وجهة نظري، وهي غريبة شوية، إنه مش دايمًا الفوبيات أو الخوف ممكن يعني يبقى غلط أو نستهتر بيه. هاقول لكم بعد الفاصل. علم النفس بيقول إن المخ بيعمل اختصارات عقلية، يعني بيسموها heuristics، بيحاول يعني يربط بين المظهر والحاجات المخفية. يعني مثلًا المخ متدرب إنه لمّا يشوف واحد شكله سكران مثلًا أو شكله مبهدل أو شكله مُريب، إنه يعني يتجنبه، إذا كان ماشي على الرصيف يمشي على الرصيف التاني. طيب آآ طبعًا الwokeness الموجودة وسط الناس دلوقتي أو بالذات مجتمعات الغرب بتبين لِك إنه إيه ده stereotyping. الstereotyping دي حاجة غلط جدًا ووحشة جدًا. لأ مش دايمًا، ده حاجة بشرية وbehavior اتعلمه المُخ على مدى قرون من جيل لجيل، وساعده إنه يتجنب يعني مخاطر كتير. طبعًا الheuristics دي ممكن تبقى يعني ممكن تبقى فيها شوية شَطَط. يعني ممكن يبقى مثلًا يسموها تحيُّزات يعني سلبية. يعني دماغنا بيميل يركّز على الأخبار والتجارب السلبية أكتر من التجارب الإيجابية. يعني مثلًا لو سمع على إنه في حادثة طيارة يخاف أوي، لو سألته مين اللي تخاف أكتر من الطيارة والّا العربية يقول لك الطيارة، مع إنه حوادث العربيات أكتر بكتير، لكن إحنا أميل لإن إحنا نتحيّز للتجارب السلبية. لو حصل جريمة عنف مثلًا في مدينتك هتلاقيك دايمًا خايف جدًا ومتخيل إن ممكن اللي حصل ده يحصل لك. كل ده مش معناه إنه تحيُّزات المُخ الطبيعية ممكن تبقى يعني غلط أو مؤذية. في نوع تاني من التحيُّز طبيعي اسمه الanchoring، يعني الخبرة الشخصية الأولى. يعني لو أول مرّة أنت جرّبت حاجة وكان معاها خوف أو ألم شديد، دماغك هيثبت فيه إن الحاجة دي مرعبة. وبالتالي لو بعدين في المرات التانية كانت عادية، عقلك برضه رسخت في التجربة الأولى. أنا باقول كده ليه؟ أنا باقول إنه ما تستغربش إنه عندك فوبيات أو إنه عندك مخاوف ممكن ما يكونش ليها أي أساس من الصحة. دماغك متركبة كده، حتى لو ما اتعرضتش لحاجات كتير. يعني مش لازم تبقى فوبيا بمعنى فوبيا، لكن مخاوف. دماغك ممكن يكون حصل anchoring بسبب تجربة قديمة، أو ممكن يكون فعلًا متحيز للتجارب السلبية. مش معنى كده أبدًا إن دماغنا غبي. أنا عايزة أختم الحلقة بتاعتنا وأقول بقصة يمكن تكون يعني صادمة شوية، بس الشجاعة مش دايمًا يعني تكون أحسن اختيار. يعني التهور ممكن يقلب بكارثة. في قصة بطلها مشهور أوي ممكن تكونوا عارفينه، اسمه ستيف أروين. ستيف أروين ده كان صائد التماسيح. ده راجل أسترالي عاش حياته كلها وسط أخطر الحيوانات، وكان بيعمل برنامج مشهور جدًا لناشونال جيوغرافيك، بيطلع كده في الwildness. طبعًا لإن إحنا عارفين إن أستراليا من الأماكن اللي الناس متربية فيها إنه عادي تمساح عادي، تعبان ما فيش مشكلة، لو لقوا دِب في الشارع بيتفسح بيوسّعوا له ما فيش مشكلة. هي البلد مليانة غابات وطبيعة. فده ساعد على تكوين فده ساعد على تكوين ستيف أروين كشخصية، بقى جريء جدًا وبقى شغوف بالطبيعة. سنة 2006 ستيف أروين كان بيصور فيلم وثائقي تحت المَيّة عن الكائنات البحرية السامة. نزل فعلًا يصور قرب سواحل أستراليا عند حاجة بيسموها الحاجز المرجاني العظيم. خلال التصوير لمح سمكة اسمها شيطان البحر stingray، ضخمة كبيرة في مَيّة ضحلة. ده مكانها الطبيعي اللي هي بتبقى موجودة فيه. السمكة دي عادةً ما بتبقاش عدوانية، بس في ديلها فيه شوكة سامة. ربنا خالقها كده، الشوكة دي لو غرزت في حد هتموته خلال دقايق. ستيف بكل شجاعة وكل حماسة قرر يعوم فوق السمكة دي عشان يدي فرصة للكاميرا تلقطها وهي ماشية
يعني وهي بتسبح لبعيد. الظاهر كده إن مجرد ما ظل ستيف فاجئ السمكة حست إنها متهددة وقامت بشكل مفاجئ وللأسف ضربة سريعة بديلها. الشوكة اخترقت صدر ستيف مباشرة وصلت لقلبه. الموضوع ده حصل في دقايق وحصل له نزيف داخلي هائل وتوفي قبل ما يلحقوا ينقذوه. الخبر ده صدم العالم كله لأنه فعلا حالات الوفاة من الستينجراي نادرة جدا، لكن أهو ده اللي حصل. الخلاصة عايزين نقول في نقطة للتوازن، لا الخوف يشلنا ويضيع حياتنا ولا التهور يعني يخلينا يعني يوردنا مورد التهلكة زي ما بيقول. الخوف هو شيء طبيعي ونزعة العقل متعلمها أو المخ متعلمها عشان يحافظ بيها على حياتنا. ولو وصل لشكل مرضي عندك الخطوات ابقى راجعها وقولي في الكومنتس ايه نوع الخوف اللي انت مش قادر تتخلص منه، وقولي كمان في الكومنتس هل واجهت خوفك وعرفت تتخلص منه. شكرا لكل اللي تابعنا الحلقة دي وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. وما تنسوش تتابعونا على سبوتيفاي والبودكاست كل منصات البودكاست. سؤال الحلقة الجديد بينزل يوم السبت أو الأحد. أتمنى إن انتوا تتابعونا وتعملوا كومنتس على سؤال الحلقة عشان نعرف نعمل حلقة جديدة. أتمنى كمان إن انتوا تسيبوا لنا ريفيو وما تبخلوش علينا بإن انتوا تعملوا لنا كومنتس سواء على يوتيوب أو على أنغامي أو على سبوتيفاي، علشان المشاهدات لما بتعلى في غيرك بيقدر يشوف ويسمع البودكاست. أنا شيرين معاكم، أشوفكم على خير.